أنا عارف إنهم دايمًا بيحسسوك إن التسويق ده شيء معقد وملعبك، ويقعدوا يقولوا لك as to be skilled media buyer or marketer you need to know nicely what the marketing mix blah blah blah. بعدها بتحس إنك تايه وإن الناس دول علماء في مجالهم، وده بالنسبة للميديا بايرز والماركتير. أما الناس اللي شغالة بتصنع أو بتبيع الأدوات المنزلية زي مثلًا الغسالات، أنا في الفيديو ده إن شاء الله هاديك الكبسولة بتخليك بإذن الله تحقق أهدافك البيعية. أنا أحمد حمدي، عندي خبرة 4 سنين في التسويق والتسويق الإلكتروني، وصرفت لعملائي حوالي 25 مليون جنيه في الإعلانات. وتحذير، ما ينفعش تفوت ثانية واحدة في الفيديو ده لأن للأسف كله مبني على بعضه، ولو فوتت أي ثانية للأسف الفيديو ده ملوش قيمة. خلينا نسمي بالله كده ونبدأ. ده طبعا ملخص تنفيذي تقدر ترجع له لما تخلص الفايل ده. عندنا بعد كده معلومات أساسية زي مثلا إن إحنا شغالين B2C. رينج المنتج بيتراوح من 3 ل 5000 جنيه. هنستهدف أو نشتغل على مصر. عندنا طبعا دي الكاتيجوري بتاع المنتج. عندنا بعد كده التارجت اودينس، هنا بقول لك ايه الشرائح بالظبط اللي احنا هنستهدفها. طبعا زي ما انت شايف كده هنستهدف 3 شرائح اساسيه. اول حاجه العرائس اللي بيجهزوا نفسهم واللي بيكونوا عايزين غساله بجانب الغساله الاوتوماتيك. تاني حاجه ستات البيت. تالت حاجه العرسان اللي بيجهزوا شقتهم او بيجهزوا بيتهم. برضه عندنا القسم اللي بعد كده بيقول لك ايه نقاط الألم عند كل شريحة من دول. عندنا 4 مشاكل أساسية هنا. أول مشكلة طبعا إن هم بيخافوا يشتروا أونلاين عشان لا يجي لهم منتج غير اللي شافوه في الصورة أو حاجة زي كده. تاني مشكلة وهو إن السعر مبالغ فيه أو ما بيلاقوش سعر يناسبهم. تالت مشكلة بتواجههم وهو إن الشركات بتقدم لهم صور ما بتقدمش فيديوهات حد طالع بيتكلم، فده بالتالي ما بيديهمش ثقة إنهم يشتروا. رابع مشكلة إن هم ما بيعرفوش يفرقوا بين المنتج أو الغسالة الأصلية والغسالة المضروبة. طيب ده بالنسبة للعرايس. ندخل بقى على ستات البيت. طيب هنا بيقابلهم 3 مشاكل أساسية. أول مشكلة طبعا وهو إن غسالتهم الحالية كل شوية بتبوظ. تاني مشكلة وهو إنهم عندهم غسالة أوتوماتيك بس الغسالة دي ما بتنضفش بشكل كافي. تالت مشكلة وهم بيخافوا يشتروا أونلاين لحسن تطلع الغسالة مضروبة، الموتور مضروب والحاجات دي كلها. طب خلينا ندخل على تالت سيجمنت وهي العرسان. طيب هنا بيقابلهم 3 مشاكل. أول مشكلة إن هم ما بيحبوش يوجعوا دماغهم بمعلومات كتيرة والحاجات دي. بيحبوا دايما إن الدنيا تكون بسيطة، يعني عايز مثلا شركة توفر له ويب سايت عليه معلومات مبسطة يقدر يفهمها يدخل يشتري منه على طول. طيب تاني مشكلة وهو إنه ما عندوش ثقة في البراندز. معظم البراندز بتعرض له صور مفيش فيديو مثلا يوثق الغسالة ازاي بتشتغل الحاجات دي. تالت مشكلة وهو إنه هو مش عارف يفرق بين الغسالة الكويسة والغسالة اللي مش كويسة، فبالتالي بيخاف إنه يشتري حاجة مش كويسة. عندنا بعد كده القسم ده وهو الماركتنج انجلز، الزوايا اللي هنشتغل عليها عشان نقنع الناس دول إنهم يشتروا منتجنا. ندخل على أول شريحة وهو العرائس، وحاسسكم نمتوا مني. هنلعب هنا على ال4 زوايا أساسيين وهو EGC. يعني إيه؟ أول حاجة إن حد من الشركة يطلع يشرح لهم المنتج أو يقدم معلومات بنفسه، الموظف اللي عندكم في الشركة يعني، عشان يعزز ثقة الشخص اللي بيشوف الفيديو أو الست اللي بتشوف الفيديو. تاني حاجة هو محتوى تعليمي، واحد مثلا يطلع يقول إيه الفرق بين الموتور الأصلي والموتور المضروب. تالت حاجة وهو UGC، إن حد بالفعل اشترى المنتج وطالع بيقول تجربته مع الشركة دي. وبعد كده عندنا رابع حاجة هو إن إحنا نديلهم أوفر كويس، يعني تخفيض على سعر المنتج بحيث إن إحنا نحفز الرغبة عندهم على الشراء. عندنا بعد كده بقى ستات البيت. هنلعب هنا على 3 زوايا أساسيين. هنا برضه هنلعب على EGC، إن حد طالع من الشركة مثلا بيجرب الغسالة بيحط فيها ملابس وهكذا عشان يجرب أدائها. تاني حاجة المحتوى التعليمي، ليه الغسالة العادية لازم تكون أساسية في بيتك حتى لو أنت عندك غسالة أوتوماتيك. آخر حاجة هنلعب عليها وهو UGC، حد اشترى الغسالة بالفعل طالع بيقول ليه الغسالة العادية أفضل من الغسالة الأوتوماتيك وبتنظف أحسن من الغسالة الأوتوماتيك كمان. طب خلينا بقى ندخل على آخر سيجمنت وهو العرسان، الشاب اللي زيي وزيك وبيجهز بيته بنفسه. هنا هنلعب على 3 زوايا أساسيين وهو أول حاجة EGC، برضه شخص من الشركة طالع بيشرح له بكل بساطة ايه الفرق بين الغسالة دي والغسالة دي. تاني حاجة هنستخدمها هو الستوري تيلينج، يعني ان احنا نطلع نحكي له قصة تقول له ليه مثلا الغسالة دي افضل من دي وهكذا. تالت شيء هنلعب عليه وهو UGC، ان برضه عليه ازاي يشترى من عندهم وطلع بيحكي تجربته وازاي اشترى من الويب سايت وازاي كانت التجربة بسيطة وهكذا. عندنا القسم اللي بعد كده وهو الماركتنج فانل، رحلة العميل. العميل هيمر معايا بمراحل كده فلازم اكون عارفها عشان العب على كل مرحلة بالمحتوى المناسب ليه واللي يقنعه. طبعا الماركتنج فانل عندي هنا بتتكون من 3 مراحل. اول حاجة الاويرنس، بعد كده الكونسيدريشن، بعد كده انه يشتري بقى. ندخل على اول حاجة الاويرنس، ده طبعا لاول شريحة وهو العرائس.
هنا هنلعب على زاويتين، وهو ان شخص هيطلع يقول لها ايه الفرق بين الموتور المضروب والموتور الاصلي. تاني حاجه وهو المحتوى التعليمي، ان مثلا شخص يطلع يشرح لها ازاي تستخدم الغساله بشكل صحيح، ايه الكميه اللي الغساله بتاخدها وهكذا. هندخل بقى على مرحله الكونسيدريشن. طبعا احنا لسه بنتكلم على العرائس. هنلعب هنا على 3 زوايا. اول زاويه طبعا هنا هنلعب عليها اللي هو اليو جي سي، ان حد عروسه اشترت بالفعل قبل كده، فبالتالي طبعا بتشرح تجربتها وزي ان لازم يكون الغساله دي موجوده في جهازها بشكل اساسي. تاني زاويه برضو يو جي سي بس للعرائس اللي بالفعل اتجوزوا، وهنا يشرحوا ان ازاي ما ينفعش برضو ان الغساله العاديه دي ما تكونش موجوده معاكي بجانب الغساله الاوتوماتيك، ان الاوتوماتيك زي ما احنا عارفين ما بتنضفش قوي. تالت زاويه هو المحتوى التعليمي. ندخل على اخر مرحله وهو السيلز ستيج، يعني المرحله اللي خلاص ايه هنشتغل بقى انهم يشتروا خلاص. هنا هنلعب على اوفر واضح بسنجل ايمج او صوره واحده. طبعا بنحط في الصوره الواحده دي صوره الغساله على الطبيعه وعرض سعري واضح جدا وجذاب. هنا الزاويه هنلعب عليها هو اليو جي سي، بس هنا هنحط سي تي اي واضح بالشراء. هنا هنخلي عروسه تقول رايها بكل صراحه في الغساله دي، وطبعا هنحط لها سي تي اي انها تدخل تشتري مننا على طول. اخر حاجه هو الاي جي سي، حد من الشركه عند حضرتك طالع بيدي عرض واضح في فيديو والغساله جنبه او هكذا. تاني شريحه وهو ستات البيت. هندخل برضو على اول مرحله وهو الاويرنس. هنلعب هنا على زاويتين فقط الاي جي سي. هنا طبعا هيطلع يشرح ليه الغساله الاوتوماتيك بتبوظ اسرع من الغساله العاديه. تاني حاجه هو زاويه تعليميه برضو، ان الشخص ده هيقول لك ايه الفرق بين الموتور الاصلي والموتور اللي مش اصلي. هندخل على المرحله الثانيه من الاويرنس. احنا لسه برضو في ستات البيت. نلعب هنا على 3 زوايا مختلفين. اول حاجه اليو جي سي، هنا هنحكي قصه. هتطلع تحكي قصه عن ايه بقى؟ هتقول لك ازاي ان الغساله الاوتوماتيك ما بتنضفش كويس، ولذلك هي اشترت الغساله العاديه اللي احنا بنبيعها. تاني حاجه برضو واحده طالعه برضو بتحكي تجربتها معانا، بس هنا هتلعب على حته السعر، ان هي هتقول انها ازاي اشترت الغساله دي مننا بسعر مناسب جدا وسعر كويس ولقطه. تالت زاويه وهو اننا هنعمل لها كاروسل تعليمي. الكاروسل اللي هو صور متتاليه او مجموعه صور، وهنحكي فيها ليه البيت ما ينفعش يخلى من الغساله دي. عندنا اخر مرحله من الفن. هنا هنلعب على 3 زوايا. اول حاجه الاي جي سي، حد من الشركه عند حضرتك طالع فيديو بيعي مباشر جدا، وهنا بيتكلم عن الضمان اللي احنا بنوفره كشركه باجراء واضح او سي تي اي واضح. عندنا تاني زاويه وهو سنجل ايمج بس بعرض سعري واضح بسعر مميز طبعا، وطبعا العرض السعري ده مربوط بوقت معين، لو الوقت ده عدى خلاص كده مش هينفع تشتري تاني. تالت زاويه معانا وهو عايزكم تركزوا معايا في الحته دي كويس جدا، اليو جي سي. هنا عميله بالفعل جربت الغساله بتاعتنا لمده سنه مثلا، وطالعه بتحكي ازاي انها خدت ضمان والشركه دي كويسه، وان الغساله ما زالت شغاله معاها بشكل كويس جدا. عندنا بقى اخر شريحه وهو العرسان. هندخل طبعا على اول مرحله من الفانل وهو الاويرنس. هنلعب هنا على 2 زاويه مختلفه. اول حاجه هنلعب عليها وهو برضو موظف عند حضرتك في الشركه، هيطلع يشرح الغساله دي بتشتغل ازاي وهكذا. تاني زاويه هنلعب عليها برضو وهو برضو موظف من شركه حضرتك طالع بيشرح له ازاي يختار الغساله الصح لبيته من غير معلومات معقده وهكذا، لان الناس دي ما بتحبش وجع الدماغ. ندخل على تاني مرحله من الفانل وهو الكونسيدريشن. هنلعب هنا على 3 زوايا مختلفه. اول زاويه هنلعب عليها وهو العريس اللي بالفعل برضو اشترى من الشركه دي قبل كده، وبيحكي تجربته ان ازاي دخل اشترى من الويب سايت بكل سهوله وبساطه. تاني زاويه هنلعب عليها وهو السرد القصصي، ان شخص طالع بيحكي مشكلته انه ازاي ما كانش عارف لاقي شركه بتوفر له انه يدخل يشتري بكل بساطه من الويب سايت، وازاي مشكلته دي اتحلت لما لقى الشركه بتاعتنا او الشركه دي يعني. تالت زاويه هو ان موظف من شركه حضرتك هيطلع يقول له ازاي تختار الغساله تناسب خطيبتك او زوجتك المستقبليه. ندخل على اخر مرحله وهو السيلز. ركزوا معايا كويس جدا. هنا هنلعب على 3 زوايا مختلفة. أول زاوية وهو إن موظف من شركة حضرتك طالع بيدي عرض سعري واضح جدا وجذاب، إن طبعا أنتوا عارفين إن العرسان دول بيكونوا شقيانين وتعبانين وعايزين حاجة على قد إيديهم. تاني زاوية هنلعب عليها هو إن عريس قبل كده اشترى برضه، بس طالع بيقول إن إزاي إنه اشترى حاجة مناسبة جدا لميزانيته. تالت حاجة هنلعب عليها ديزاين في أوفر واضح، طبعا في صورة الغسالة على الطبيعة، والهوك هنا هيكون العرض السعري. عندنا هنا المنصات اللي هنستخدمها عشان نوصل لكل شريحة ونحقق أقل تكلفة. طيب خلينا نشوف مع بعض كده. منصة اف، انتوا عارفين يعني ايه اف كويس، هنستهدف فيها ستات البيوت. انما اي جي ان تي تي هنستهدف فيهم العرسان، كمان العرائس البنات. خلينا ندخل على القسم اللي بعد كده وهو الكامبين ستراكشر. ده بقول لك فيه ايه الحملات الاعلانيه اللي هنعملها بتفاصيلها، يعني هيكون فيها كام مجموعه اعلانيه، يكون فيها كام اعلان وهكذا. ركزوا معايا بقى عشان الحته دي مهمه جدا. اول حاجه هنعمل اويرنس كامبين. طيب الكامبين الاويرنس دي هيكون فيها 3 مجموعه اعلانيه. اول مجموعه اعلانيه بستهدف فيها
ستات البيوت. تاني مجموعة إعلانية بستهدف فيها العرائس. تالت مجموعة إعلانية بستهدف فيها العرسان الشباب اللي زينا. طيب هنا زي ما انتم شايفين هنخلي البليسمنت أو هنخلي المواضع على الإف بس. هنا هنخلي البليسمنت على الآي جي. هنا الآي جي برضو لأن دول العرائس والعرسان. هيكون عندي في كل مجموعة إعلانية 3 إعلان. مرة عامل إعلان سنجل ايمج أو صورة واحدة، مرة بعمل إعلان فيديو، مرة تانية بعمل إعلان فيديو تاني مثلا بس بيلعب على زاوية مختلفة من اللي احنا ذكرناهم في الماركتينج فانل، وهكذا في ال3 مجموعة إعلانية. هنعمل الكلام ده في ال3. خلينا ندخل على تاني حاجة، دي هتكون consideration campaign، يعني دي بتلعب على تاني مرحلة من الفانل. برضو هنا يكون عندي 3 مجموعة إعلانية، كل مجموعة إعلانية بنفس المواضع أو الأماكن اللي هيظهر فيها بتاع الكامبين اللي فاتت. في كل مجموعه اعلانيه 3 اعلان بس. طبعا هنلعب على الزوايا اللي اتكلمنا عليها في مرحله الكونسيدريشن او المرحله الثانيه من رحله العميل. عندنا بعد كده اخر كامبين هنعملها، ودي بقى اللي هتجيب من الاخر، دي اللي هتلعب على ان العميل يشتري بالفعل. نفس الكلام بالظبط، 3 مجموعه اعلانيه، كل مجموعه اعلانيه بالموضوع بتاعها او المكان اللي هيظهر فيه وب3 اعلان بس. الفرق ان ال3 اعلان اللي هعملهم تحت كل مجموعه اعلانيه هيلعبوا على الزوايا اللي احنا اتكلمنا عليهم. ركزوا الموضوع كبير. بعد كده هندخل على المنصه الثانيه اللي هي تي دي. هنبدا بالكامبين الاورنس، هيكون فيها 2 مجموعه اعلانيه، واحده بتستهدف العرائس والثانيه بتستهدف العرسان، لان احنا في البدايه قلنا هنشتغل للمنصه دي، لان احنا في البدايه قلنا هنوصل للشرائح دي عن طريق المنصه دي. في كل مجموعه اعلانيه هنحط 3 اعلان برضو، بس هنا هيكونوا فيديو فقط. طبعا هنلعب على الزوايا اللي اخترناها في الاورنس واللي حددناها في الفانل. طبعا دي الكامبين الثانيه هيكون مزيج بين المرحله الثانيه والمرحله الاخيره في الفانل. كل الفكره هنا ان انا هاجي عند المجموعه الاعلانيه الخاصه بالعرائس اخليها رسائل، يعني العروسه تدخل تبعت لي رساله بشكل مباشر. عندي العرسان بقى اللي ما بيحبوش وجع الدماغ، هنخليهم يدخلوا على الويب سايت يشتروا من عليه. طبعا الويب سايت يكون بسيط، معلوماته بسيطه والخ الخ الخ. وطبعا عندنا في كل اد سيت هنا هيكون عندنا 4 اعلانات، طبعا 4 اعلانات بالزوايا اللي ذكرناهم قبل كده. بس كده خلصنا، وده كان الموضوع ببساطه. ما تنساش تعمل اعاده نشر عشان تفيد زمايلك، وتسيب كومنت بكلمه رساله عشان ابعت لك الفايل.